في اللقطة السابقة. هاي اللقطة، هو تدخل من الخلف من أيمن محيوس على مقدم. الحكم في هذه اللقطة أخرج بطاقة صفراء. هاي اللقطة أيمن محيوس ارتكب الخطأ على مقدم، والسيد لعلو بن براهم هو سيد القرار، هو رجل القانون فوق أرضية الميدان. هل ألغيت الصفراء وتحولت إلى بطاقة حمراء؟ هل ألغيت البطاقة الصفراء وتحولت إلى حمراء؟ الكل ينتظر، الكل يترقب، خاصة من جانب عناصر شباب الوزداد. لعلو بن براهم يطالب، ماذا يطالب؟ بطاقة الصفراء ألغيت وإخراج البطاقة الحمراء. ضربة موجعة لشباب الوزداد، وأيمن محيوس غير راضي. بطاقة حمراء في وجه أيمن محيوس. التدخل على مقدم كلف أيمن محيوس وكلف شباب الوزداد. ضربة موجعة والبطاقة الحمراء. يشتكي لحكم المواجهة، يقول له مقدم هو الذي بدأ الصراع، لكن لعلو بن براهم عاد إلى تقنية الفار بعد التشاور بين ثنائي حركات وبويما. إلغاء البطاقة الصفراء وإخراج بطاقة حمراء. لا 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 لا، يجب تهدئة الأوضاع، يجب تهدئة الأوضاع، يجب تهدئة الأوضاع. وبطاقة صفراء أخرى لبوصوف هذه المرة. بوصوف يتلقى بطاقة صفراء وهو متواجد على دكة البدلاء. لحلو بن براهم لم يتسامح مع أيمن محيوس بعد التدخل من الخلف على مدافع شبيبة القبائل المقدم. يجب ضبط الأنفاس خاصة من جانب عناصر شباب الوزداد. وهذا على الصورة بوصوف